من المقابله الاولى ضد اولمبيك تشيرا، غادي نلعبوا مقابله ضد الرجاء البيضاء بجوج، غادي نلعبوا مقابله ضد نهضه السطات، وغادي نلعبوا مقابله ضد العيون، والمقابله الخامسه ضد اسا الزاك. انا باقي تنأكد لكم، انا باقي حي، الجامعه هي باقا كاينه دابا. طرا واحد الحاله غريبه اللي ما عمرها غتنسى ليا، يعني من بعد تقريبا بخمسه ديال الحدوده. اش وقع؟ الفريق ديالي سميتو فريق اطلس 05، الدوره الخامسه مكلاسين الخامسين، عندنا 5 النقاط، غادي نربحوا اسا الزاك ب5-0، واللي سجلات الهدف الخامس كتحتمل رقم 5. هذه باقي لحد الان، باقي ما لقيت لهاش شي تفسير. حالات مشابهة كثيرة نقرأ عنها في الكتب التي تعنى بمجال الخوارق والأمور الغامضة. يسوق شارل بيغليتز طرفا منها ويربط المشاهدات والمرئيات الغريبة بحالات من التيه، سواء في مثلث برمودا أو في عرض المحيط، ما يفسره المختصون في هذا المجال بالشرود في الزمن والدخول في متاهة تستعصي على الفهم. كان ذلك ذات مساء في مشاهدة جماعية لشيء يخرج عن المألوف، شيء تعارف الناس على وضع اسم له. قالوا في البداية إنها امرأة، ثم قالوا إنها ليست من البشر، ثم قالوا إنهم لا يعرفون في الحقيقة أن يصفوا ما رأوه. كنشوف بأن واحد السيدة راه تعرضت لنا، ولكن عندي إحساس بأن هذيك السيدة ماشي بنادم. كانت مدينة الفقيه بن صالح وجهتي الأولى لأقابل من رأوا وأسمع منه. تواترت الحكاية عند من رأوا المرأة، لكنها لم تتواتر في التفاصيل، في شكل المرأة، في لون شعرها، وفي عينيها. إذا كانت المرئيات المتعلقة برؤية السائقين والمسافرين للأشباح ليلا ظاهرة عالمية، فما تفسيرها إذن؟ يعني بالمحرم، وهي جزء من المقدس، وبالتالي تسمى قديسة وتسمى كونتيستا بالإسبانية، وتحول الاسم إلى قنديشة، بينما في الجزائر اسمها هو قديشة، يعني قديسة. تحولت السين من سينين إلى حرف الشين على عادة الألوفونات أو البدائل الحرة في اللهجة يعني المغربية. في الجزائر يتم التقرب إليها والتزلف بالجمال وبالطقوس، تنحر تلك الجمال وتذبح وتبقى مطروحة فوق قنا الجبال عند المكان الذي يعتقد أن عائشة السودانية هذه تأتي إليه. في المغرب يتم التقرب إليها بالشمع وبالخبز وبالزيتون، ولها حفر. يعتقد أن الجنية من أجل تحقيق الأماني يتقرب إليها بالزيتون وبالشمع، تأتي إلى هذه الحفر ليلا. فمثلا هناك حفرة لاله عيشة التي توجد بالشيخ الكامل بمدينة مكناس، هناك حفرة لاله عيشة الشهيرة بقرية سيدي راشد، حيث سيدي أحمد الدغوغي وسيدي أحمد التيجاني، وهناك بمكناس حفرة أخرى بالقرب من سهري السواني. كيف عدم الاحترام